زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. دي طبعا كبسولة بتاعت كيا. تمام. دي الراجل جالي بيها كده وقال لي دي فيها المطب الصناعي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، الفتحة الكبيرة دي، بالاضافة الى انها فيها سوكة كده، ودي اهم حاجة في الشغلانة. كمان علامة التلاكس ما ينفعش تتشال. النهارده يا جماعه انا اكدت 100% على موضوع المعجون. ما ينفعش على حاجات معرضه للشمس ودرجات الحراره العاليه يتحط عليها معجون، خاصه حاجه لو عليها معجون وفيها سنه مرونه اللي هي تاخد وتدي يعني. دي هتطرقع مع الوقت، لان النهارده دي بيضرب منها تلاكس. فالطبيعي ان هو بيضرب الكلاكس، طبيعي هيحصل ايه؟ هتاخد وتدي، وهي بتاخد وتدي تروح مطرقعه المعجون ده لو بمعجون. وبالنسبه لو انت جه حب يكسيها جلد ويعمل التلاكس وحاجات زي ما انا كتير من الناس عاملين الارباجات وكاسينها جلد وكده يعني، ينفع عادي جدا وهتبقى جميله وشكلها زي الفل. بس برضه هو عشان يقفل الفتحات دي، او لو الارباج ضارب يعني، بيمعجن. ولما بيمعجن ويقفل عشان بعد كده ياخد فوقيها جلد عشان تطلع مظبوطه، بيحصل ايه؟ بيحط المعجون وبرضه رجعنا لنفس المشكله. يجي المعجون تحت الجلد يطرقع مع اللزق يفك، يطلع شكل الاربجايه مش مظبوط. او ده لو في الطابلوه برضه بيطلع مش مظبوط. وسبب ان الطابلوه مش ناجح سواء في اللزق او في اللحام، تمام، المعجون. ما ينفعش يا جماعه نحط على اي حاجه من دول معجون طالما معرضه لدرجه الحراره. اما بالنسبه للارباج، عشان ناس كتير بتتكلم وتقول لك الارباج هيضرب تاني. طبعا يضرب تاني. طب واحنا لما بنلحم ازاي؟ من جوه. ليه بقى من جوه؟ علشان بنلحم بطريقه معينه ونسبه لحام معينه، عشان لما يجي الارباج يضرب صحيح، ما يضربش في وشك. بص هو هنا بيعمل الحز والدوران ازاي يا جماعه، خليكم فاكرين ومركزين في موضوع الدوران ده. شايفين يا جماعه احنا رسمنا الحته ايه المدوره. الاضافه الاخرى بالنسبه للارباج، ان احنا بنبقى عاملين من غبائه اخترع. في حد من غبائه بيخترع، في حد من غبائه بيبقى صنايعي. فما دام صنايعي يبقى عنده فكره. الفكره بقى اللي انا بتكلم فيها واحدث حاجه، ان احنا عملنا التحبيبه اهو. بنعمل التحبيبه، بندي ارضيه ونعمل التحبيبه عشان اللون يمسك كويس وما يقشرش. تمام. الفكره اللي انا عايز اقولها للناس ان ما ينفعش خالص نعمل الارباجيه ما تضربش. لا، بتضرب، وما ينفعش عليها معجون عشان ما يطرش في وشك، وما ينفعش اللحام بطريقه مش كويسه عشان ما يطرش في وشك، او فايبر عشان ما يطرش في وشك اثناء ما الارباج هيضرب. ويضرب عادي جدا، وما بنلحمهاش من بره عشان تضرب. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بعد ما رجعناها ورجعنا الحبايه، قولوا لي رايكم وازاي احنا رجعنا للمرحله الجيده وحافظنا على مكانين الكلاكس اهوت زي ما انتم شايفين. وكمان عملنا الدوران والحز اللي انتوا شايفينه، اللي هو طالع بالشكل الجميل زي الاوريجينال بالظبط. ده دليل على ان احنا بناخد بالنا من شغلنا كويس جدا، وبنهتم بالجودة، وبنهتم بالاتقان في العمل. والحباية الاوريجينال بتاع كل عربية وكل تابلو وكل اربجاية ليها حباية معينة، مش كل الحبايات زي بعضيها. طبعا زي ما بقول لكل اخواتي، تعليم، احنا بنعلم بعض. وده عشان لو في اي مكان اخر او اي حته يقدر يدرس الكلام اللي احنا عاملينه، وكلنا بنكمل بعض. تحياتي للجميع طبعا. وزي ما اتفقنا، زي ما انت شفت الطاره ما شاء الله بعد ما طلعت، طبعا يا ريت كل الناس تاخد بالها احنا عملنا ايه وتعبنا قد ايه. وطبعا ربنا يكرم الجميع يا رب، واشوف الناس كلها احسن مني. بس طبعا في فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده.